مبدئيا عايزك تجيب مشروبك اللذيذ اللي انت بتحبه وتيجي معايا، لان جايب لك كام خبر حلوين محتاج تكون مصحصح معايا. اول خبر ان ده اول فيديو بعد تفعيل الاعلانات على القناة. تقريبا الاعلانات واقفة على القناة بقالها اكتر من سنة ونص وما كنتش قادر ان انا احل المشكلة، وده طبعا كان مخلي الريتش بتاع الفيديوهات واقع، فبالتالي ما كانش فيه حافز يخلي الواحد يقدم محتوى كبير او يقدم فيديوهات كتير. فده اول فيديو. طبعا مش محتاج ان انا اقول لك ان انا محتاج دعمك وتنزل دلوقتي تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. انت شايف الظروف وشايف اللي فيها، وانت وتقديرك بقى. يا عم بقى انت هتشحت. تاني حاجة، في جروب على التليجرام، مش عارف اذا كان وصل لك ولا لا، بس الجروب بقدم فيه محتوى كويس جدا في موضوع التصميمات والاعلانات. بنزل كيوردز ازاي تبحث عن الاستوكات، بنزل استوكات نادرة، وكمان بنزل اكونتات مصورين فيها استوكات كويسة جدا. كمان لو حد عنده اي سؤال بيقوله، وبنعمل اوقات تحديات لتاسكات معينة. فهسيب لك اللينك بتاع الجروب تحت في وصف الفيديو لو حابب ان انت تجوين عشان تستفاد باكبر قدر. تالت خبر جايبهولك، ودي المفاجأة الكبيرة، ان ده اول فيديو من كورس تصميمات السوشيال ميديا المجاني بالكامل اللي هينزل على القناة. فلو انت تعرف حد حابب ان هو يدخل في المجال او لسه داخل في المجال، لازم تبعت له الفيديو ده. هضيفه في سلسلة هتبقى بعنوان كورس تصميمات السوشيال ميديا. بقالي فترة كبيرة بجهز للمحتوى ده، وبعد ما شفت كل المحتوى اللي موجود على اليوتيوب وغيره من الكورسات، مع احترامي طبعا لكل الفيديوهات او المحتوى اللي موجود، ولكن انا واثق ان محتوى الفيديو ده هيبقى مختلف تماما. طب الكورس ده هيبقى لمين؟ الكورس ده هيبقى لاي حد زي ما قلت لك حابب ان هو يدخل المجال، اي حد جونيور، اي حد حابب ان هو يبدا يدخل في مرحله من جونيور لميد ليفل، او اي حد حابب يتنقل من مرحله الميد ليفل للسينيور. طب انت يا عم مدحت، يعني انت كده قلت كل التايتلز. والله عايز بس اقول لك، يعني شوف المحتوى بتاع الفيديوهين اللي جايين بعد الفيديو ده، وانت بنفسك هتحكم ان اي حد ايا كان التايتل بتاعه هيستفاد من المحتوى بشكل كبير. هحاول برضو بقدر الامكان ان المده بتاع الفيديوهات ما تبقاش طويله عشان الناس تبقى حابه ان هي تكمل الفيديو. بالنسبه لمده الكورس بصراحه مش قادر احددها، بس هي هتبقى من 15 ل 20 فيديو. محتوى الكورس بشكل عام هنعرف البروسيس الصح اللي انا محتاج امشي عليه عشان اطلع تصميم سوشيال ميديا ناجح. من اول ما بتستلم البريف، بعد كده تبدا تفهمه كويس جدا وتحلله، بعد كده تبدا تخش في التغذيه البصريه. هنعرف ازاي نعمل تغذيه بصريه واهم المواقع، وازاي ابحث عن الحاجه اللي بعمل لها تغذيه بصريه. بعد كده هنبدا في مرحله الافكار، من اصعب المراحل طبعا، وايه هي طرق التفكير عشان اوصل للفكره بتاعتي. بعد كده اخر جزء طبعا هو الجزء التكنيكال، هنعرف ازاي نعمل تصميم سوشيال ميديا ناجح، وفي كل فيديو هنطبق على تصميم مختلف في مجال مختلف. بعد كده في الاخر هنعرف ازاي نعمل بورتفوليو قوي، وازاي نسوق لنفسنا ونجيب عملاء، وكمان ازاي نعرف نسعر شغلنا. المميز في الكورس ان احنا هنركز على اكتر المجالات المطلوبة في السوق في مجال التصميم. يعني انا على مدار خبرة 5 سنين في مجال تصميمات السوشيال ميديا، بس جمعت لك اكتر التاسكات اللي طلبت مني، او اكتر التستات اللي انا عملتها، وبدأت اجمع لك المواضيع دي في صورة تصميمات هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، سواء كنت هتشتغل في شركة او هتشتغل فريلانسر. كمان كل فيديو هنشرح ببريف عملي حقيقي موجود عشان تعرف ايه هي عناصر البريف، ايه اهم حاجات موجودة في البريف، ايه اللي محتاج ان انت تركز عليه. كمان لو بيكلمك كلاينت مش جايب لك بريف اصلا، ازاي تبدأ تتواصل معاه وتطلع بريف عشان توصل المسج في التصميم بصورة صح. كل اللي انا طالبه منك ان انت تطبق معايا وتمشي معايا ستيب باي ستيب، تطبق وتعمل كل الحاجات اللي انا هطلبها منك، وانا اضمن لك في نهاية الكورس ان انت تجيب عملاء وتجيب شغل. ولو ما جبتش عملاء وما جبتش شغل، تعالى كلمني بشكل شخصي وانا اجيب لك العملاء والشغل يا سيدي. ده كده بشكل عام محتوى الكورس والحاجات اللي هتبقى موجودة فيه. فيلا بينا نبدأ. بما ان ده اول فيديو، فهنتكلم كده في شوية حاجات نظري لازم تبقى عارفها، والحاجات دي مش للناس اللي هي لسه داخلة المجال. الحاجات دي اي حد محتاج ان هو يعرفها شغال في التصميم بشكل عام. اول حاجة، ايه هي تصميمات السوشيال ميديا؟ باختصار سريع كده، تصميمات السوشيال ميديا هي تصميمات بنزلها على منصات السوشيال ميديا. خلاص.
امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ استنى، ما انا جاي لك في الكلام اهو، عشان تعرف الناس بالبراند او الشركه او المنتج بتاعك. واللي بيميز تصميمات السوشيال ميديا هي فكره الاستهداف او التارجت، ان انت تستهدف شريحه معينه من الناس موجوده في مكان معين بسن معين باهتمامات معينه. ده خلى السوشيال ميديا هي اللي تكتسح طرق الاعلانات اللي موجوده حاليا. طب ليه تصميمات السوشيال ميديا مهمه؟ قبل ما اكمل كلامي في معلومه مهمه جدا كان لازم اقولها لك في الاول. مفيش حاجه اسمها مصمم سوشيال ميديا بس، انت مش مصمم سوشيال ميديا، انت جرافيك ديزاينر اتخصص في الادفرتايزنج، اتخصص جواه في السوشيال ميديا ديزاين. فما تقولش على نفسك مصمم سوشيال ميديا بس، انت جرافيك ديزاينر عادي. ودي حاجه مهمه جدا لازم الناس تبقى عارفاها. طب ليه تصميمات السوشيال ميديا مهمه، او انا كعميل ليه مهم اعمل تصميمات سوشيال ميديا؟ طبعا كلنا عارفين ان اغلب الناس دلوقتي بقت بتقضي معظم وقتها بتسكرول على السوشيال ميديا. كمان لو انت عايز تشتري حاجه او حتى بتفكر فيها بقت بتظهر لك في صوره اعلان، وده اللي خلى السوشيال ميديا هي الترند حاليا. بس انت بتعمل تصميمات سوشيال ميديا لحاجه من الحاجات اللي اقولها لك دلوقتي. اول حاجه ان انت بتعمل براند اويرنس، يعني انت لسه فاتح الشركه بتاعتك او البراند بتاعك او لسه عامل منتج جديد وحابب تعرف الناس بالمنتج ده او الخدمه دي، فبالتالي لازم تعمل لهم حملات اعلانيه وتصميمات تعرفهم بالمنتج. تاني حاجة ان انت نزلت منتج جديد، يعني تخيل معايا مثلا شركة كوكاكولا عملت منتج بطعم القهوة. طب هي الناس هتعرف المنتج ازاي من غير ما يعملوا له اعلانات وتصميمات وكامبينز على السوشيال ميديا تنشر فيه المنتج ده؟ تالت حاجة ان انت دخلت سوق جديد. نفترض مثلا مكتبة الجرير المشهورة جدا في السعودية قالت ان هي هتفتح في مصر، فبالتالي هي لازم تعرف المصريين والسعوديين ان هي هتنزل في مصر، فلازم برضو تعمل حملات على السوشيال ميديا توضح فيها ده. اخر حاجة تزود المبيعات بصورة مباشرة عن طريق ان انت بتعمل خصومات وعروض. بجانب ان انت هتعمل تصميمات سوشيال ميديا، في حاجتين مهمين جدا حابب ان انت تكون عارفهم وتقرأ فيهم، وانا بنصح اي حد عايز يتعلم حاجة بجنب الجرافيك يتعلم الحاجتين دول، وهما الماركتينج والبراندنج. وما اقصدش بالبراندنج ان انت تكون بتعمل لوجو ديزاين او براند ايدنتيتي بس، اللي هي الحاجات الخاصة ببناء البراند نفسه زي براند بروميس، براند بيرسوناليتي، البراند جايد لاين، الحاجات اللي بتبقى في شخصية البراند او في بناء البراند نفسه. وده لان هتسمع ان انا بقول لك مصطلحات كتير في الدروس اللي بعد كده خاصة بالمجالين دول. هتلاقيني مثلا بقول لك الماركتنج اوبجيكتيف، هتلاقيني بقول لك تارجت اودينس، هتلاقيني بقول لك براند جايد لاين. فلازم تبقى عارف الحاجات دي كويس جدا. بس هقول لك برضو نبذة سريعة عن الحاجات اللي هنحتاجها عشان لو انت شخص كسول ومش هتدور على حاجة طبعا تبقى عندك برضو خلفية، عشان هقول لك الحاجات دي فيما بعد. الماركتنج اوبجيكتيف، انت ليه بتعمل التصميم ده او ايه هو الغرض او الهدف منه. التارجت اودينس، مين هي الشريحة المستهدفة في التصميم بتاعك، انت هتكلم مين او هتوجه الرسالة دي لمين، هل هتوجهها للستات، هل هتوجهها للرجالة، طب الفئة بتاعتهم كلاس A بلس B C، هتستهدف السوق المصري ولا هتستهدف السوق الخليجي. لان لو انت بتعمل تصميم بتستهدف بيه البنات غير بتستهدف بيه الشباب غير اللي بتستهدف بيه كبار السن، سواء في شكل التصميم نفسه والوانه او في طريقة توصيل الرسالة بتاعت التصميم. ده كده بشكل عام اتكلمنا في تصميمات السوشيال ميديا. تعال بقى نتعمق في الموضوع اكتر. تعال نشوف ايه هي التكنيكس اللي انا ممكن استخدمها في تصميمات السوشيال ميديا. اول تكنيك عندي الحاجات اللي هي الالستريشنز زي اللي موجودة قدامك على الشاشة دي، ودي حاجات بتبقى باستخدام الفيكتور وبتبقى الاعتماد فيها الاكبر على الادوب الستريتور مش الفوتوشوب. يعني بيعتمدوا بشكل كبير على الالستريتور. زي التصميمات اللي موجودة قدامك ده عن مشروب مثلا فانت ممكن يتكلم عن البهجة والسرور. ده مثلا حاجة تانية خاصة بالتيك توك وحد ماسك السيلفي اهو بتصور بالموبايل. ده حاجة تالتة برضو، ده نوع من انواع التكنيك اللي انت ممكن تستخدمه في تصميمات السوشيال ميديا وتوصل بيه مسج معينة. تاني تكنيك او ستايل معانا وهو الكولاج ارت، وده بيبقى عبارة عن دمج مجموعة صور ملهاش علاقة ببعضها 2D على 3D على حاجات فيكتور على ستيكرز على حاجات سكيتشنج، ففي الاخر بتديك ستايل كويس جدا. والكولاج في ناس كتير متميزة فيه وبيديك كده طابع مختلف وبيبقى حلو جدا، خصوصا لو هتعمل انيميت ليه او هتحرك التصميم فيما بعد. ففي ناس كتير بتعتمد على الكولاج ارت زي التصميمات اللي موجودة قدامك، وفي ناس بتطلبه للعملاء بتوعه. التكنيك التالت معانا هو الدبل اكسبوجر، وده برضو تكنيك مشهور جدا من زمان وموجود له فيديوهات كتير على اليوتيوب. اكتب دبل اكسبوجر وهو برضو عبارة عن ان انت بتدمج صور
صور داخله كده في بعضها، برضو 2D على 3D برسبكتيف مختلف على صورة مختلفة زي التصميمات دي، وهي برضو بتوصل مسج معينة في الاخر، وبرضو مطلوب في السوق وليه الناس اللي بتطلبه وليه ناس متميزة فيه. اخر تكنيك معانا وهو اكتر تكنيك بيتطلب واصعب تكنيك في نفس الوقت، وهو المانيبيليشن او الدمج زي التصميمات اللي موجودة قدامك على الشاشة. وهو اصعب نوع لان فكرة ان انت تدمج اكتر من صورة من بيئات مختلفة باضاءات مختلفة بزوايا مختلفة وتخليهم في صورة واحدة وتماتش كل الحاجات دي مع بعضها فالعين ترتاح للتصميم، دي حاجة طبعا مش سهلة، وده اكتر حاجات بتبقى الناس او العملاء بيطلبوها لانه بيبقى كاتشي للعين قوي وبيبقى حاجة ريل، فبتقدر ان انت توصل المسج بتاعتها بصورة واضحة وقوية. في حاجة برضو الناس عندها لبس فيها ان دمج او المانيبيليشن لازم يبقى في زحمة عندي، في سما، في ارض، جبال، صخور، طرق، عربيات، مش عارف ايه. لا طبعا فكرة الدمج عامة ممكن تبقى حاجة سوليد كولر زي الحاجات اللي موجودة قدامك دي، بس انت برضو بتوحد اللايت سورس والشادو برضو بيبقى في نفس الاتجاه، بحيث في الاخر الصورة بتبان اكنها متصورة، سواء بقى كان في environment معينة او كان على خلفية سوليد. هو في الاول وفي الاخر دمج. دي كده الستايلات اللي انت ممكن كديزاينر تستخدمها، وانت هتجرب كله، وهنحاول ان احنا برضو نشرح لكل ستايل من دول فيديو. فانت حاول تجرب كل الحاجات دي وفي الاخر هتلاقي نفسك مميز في حاجة. انا طبعا بكلمك على اخر الكورس، بس في حاجة هتبقى انت ميال ليها قوي، بس اللي احنا هنركز عليه بشكل كبير في الكورس هو المانيبيليشن او الدمج بشكل عام. طيب هل في انواع لتصميمات السوشيال ميديا؟ يعني لما في كلاينت بيكلمك بيقول لك سي مثلا انا عايز بروجكت 10 تصميمات من نوع كذا، في تقسيمة كده المصممين قسموها على حسب تفاصيل التصميم وعلى حسب كمية الجهد المبذول فيه. فممكن نقسم تصميمات السوشيال ميديا الى تصميم يعني بسيط وتصميم معقد. مش معقد اللي هو اقصد بيه ان هو في عناصر كتير وفي تفاصيل كتير وفي ايتمز كتير. فلو جينا مثلا شفنا التصميمين اللي على الشاشة دول تصميمين لنفس البراند اللي هو بريدكس بتاع الشحن. ده تصميم شوف مثلا عدد اللايرز اللي موجودة، كمية التفاصيل اللي موجودة، حاجات بسيطة خالص ولكن هي وصلت المسج بتاعته. على عكس شوف التصميم التاني هو برضو بيتكلم عن فكرة استقبال الطرد او الشحن بتاعك، وان انت بتبقى اكسايتد ان انت تفتح الكرتون عشان تشوف الحاجات اللي جايه لك. شوف مثلا على اليمين هنا عدد اللايرات قد ايه وكمية التفاصيل والشادو واللايت اللي موجود، وهتلاقي فيه تفاصيل كتير. فدي بتبقى متقسمين احنا على حسب كمية الجهد اللي مبذول في التصميم. بس كعميل مش هيجي يقول لك انا عايز 10 تصميمات فيهم شغل او عايز 10 تصميمات على سوليد باك جراوند. انت بتحاول تفهم دماغ العميل، لو هو بعت لك ريفرنس الحاجة هو حابب يشتغل عليها وتحاول توظف ده في حاجة مناسبة. بس اهم حاجة سواء اشتغلت ده او ده، فكرة توصيل المسج والغرض من التصميم بتاعك لازم تبقى مشتركة في اي تصميم وفي اي ستايل من الستايلات اللي انا قلتها، سواء هتشتغل دمج، هتشتغل كولاج، هتشتغل الستريشن، لازم توضح الرسالة بتاعت التصميم بصورة صح. نيجي بقى لبعض المصطلحات المهمة جدا اللي انت هتسمعها في مجال تصميمات السوشيال ميديا، سواء كان السوق المصري او السوق الخليجي. مش هتسمعها كتير في تصميمات السوشيال ميديا، بس هتسمعها في مجال الادفرتايزنج بشكل عام، وهو مصطلح اسمه كي فيجوال او ماستر فيجوال، وهي اختصارها كي في او ام في. والكي فيجوال هو بيبقى فيما معناه ببساطة كده ان انت بتعمل تصميم اساسي، ممكن بعد كده نعمل له ادابتيشن او نعمل له ريسايز على اي حاجة تانية محتاجينها، سواء هنعمله على السوشيال ميديا بمقاساتها المختلفة، هنعمله اوت دور، هنعمله مثلا على غلاف كتالوج او غلاف برشور. بس انت بتبقى عامل كده ماستر فيجوال، يعني في معناه كده حاجة هي ماستر او حاجة رئيسية، هتبدأ بعد كده تعمل لها ريسايز لحاجات مختلفة زي التصميمات اللي موجودة قدامك. ده مثلا تصميم ماستر فيجوال. اجي بعد كده اقول لك والله اعمله لي على السوشيال ميديا، اعمله لي برشور مثلا ووزعه، ده تصميم ماستر فيجوال. ده كمان تصميم ماستر فيجوال او كي فيجوال. بس اللي انت لازم تراعيه وانت بتعمل التصميم ده ان انت ممكن
فيما بعد تعمل له ريسايز على اي حاجه، فلازم تبقى حاطط ده في الاعتبار. ما تعملش مثلا كروب للتصميمات، حطيت مثلا عربيه على شمال التصميم ما تعملش كروب للجزء اللي بره التصميم، لان انت ممكن تحتاجه فيما بعد ان انت تعمل له ريسايز في مقاس تاني مختلف، هتحتاج تظهر العربيه كامله. كمان كل الاستوكات اللي انت تستخدمها لازم تبقى شغال بكواليتي عالي جدا، عشان لو جيت عملتها اوت دور تبقى مناسبه لمقاس الاوت دور. حاجه كمان هتسمعها خصوصا في الجولف ماركت او في السوق الخليجي، وهو تصميم الجريد، او في ناس بتسميه اللي اوت زي اللي موجود على الشاشة ده. تصميم الجريد هو بيبقى خاص بالانستجرام، بيبقى مجموعة من التصاميم، اهم حاجة تكون اكتر من 3 بتنزل زي ما انت شايفها كده، بتحسهم في الاخر صورة واحدة، وبتعملهم وانت شغال في التصميم على انه تصميم واحد. لما تنزل البوستس جنب بعضها او ورا بعض تبان اكنها صورة واحدة، فبيبقى شكل الحساب بتاع الانستجرام منظم جدا. وفي ناس كتير قوي في الخليج بتطلب تصميم الجريد ده، وفي ناس كويسة جدا متميزة فيه. زي برضو التصميمات اللي موجودة دي ممكن يبقى عددها مثلا 6، ممكن يبقى 3، المهم ان هو 3 فيما فوق، 3 6 9 12 15 ايا كان، على حسب المحتوى هيجيب معاك عدد تصميمات قد ايه، وعلى حسب برضو ما بتتفق مع العميل او مع الايجنسي. تالت حاجة ممكن تسمعها هي حاجة اسمها الكاروسل. الكاروسل بيبقى بوست على الانستجرام، زي مثلا البوست ده، لما تلاقي بوست واحد اكتر من صورة في صور جنب بعضها، ده بيبقى اسمه كاروسل. ممكن الصور تبقى بتكمل بعضها وممكن ما يبقاش ليها علاقة ببعضها، بس هو الافضل طبعا ان هم بيكملوا بعض. زي مثلا الكاروسل اللي عندي ده هو صورتين حتى، هو مش 3، يعني الموبايل ده نصه مقسوم هنا والنص التاني مقسوم في الكاروسل اللي وراه. وانت بتلجأ ان انت تعمل الكاروسل لما يكون المحتوى مش هيكفي ان هو يتعمل على تصميم واحد، فبتبدأ تنظم المحتوى ده على تصميمين 3 4 ايا كان الداتا هتجيب معاك كام تصميم، وتبدأ تنظم التصميم. انا هحط مثلا هنا موبايل، هحط في السلايد اللي بعدها طريقة الدفع، هحط في السلايد اللي بعدها التوصيل، وهكذا. المصطلح ده اسمه كاروسل، ومهم جدا ومطلوب بشكل كبير جدا برضو في السوق الخليجي. اخر حاجة وهي الكامبين. اما حد يقول لك انا عايز اعمل كامبين، الكامبين بشكل عام هي بتبقى مجموعة من التصميمات. في ناس بتستخدم سلوجان واحد للحملة الإعلانية كلها، في ناس بتستخدم أكتر من سلوجان. الكامبين دي بتنزل على فترات مختلفة من الوقت، فبالتالي أنت محتاج تخلي الروح أو الكونسبت او الكالر جريدنج بتاع التصميمات قريب من بعضها، عشان انا كعين مشاهد محتاج تعودني على ده، عشان في الاخر بعد ما تخلص الكامبين وتعمل لها ببلش على السوشيال ميديا كلها، اجي انا واحد بقى مشاهد قلت ده التصميم ده والتصميم ده والتصميم ده كانت كامبين معموله لبراند كذا. فلما انت عملت كده انت كده حققت الغرض من الكامبين بتاعها، بغض النظر طبعا عن الرساله بتاعه الكامبين. زي مثلا التصميمات اللي انا عملتها دي كانت كامبين براند اويرنس لمطعم جريلد تشيكن. كان الكونسبت واحد، ان انت بتوظف شكل الفرخة في صورة كاركتر، مرة هنا قاعد على البحر، مرة بيجري على تراك الجري، مرة هنا واقف بينظم المرور، مرة برقص كده على الجريد صورة شخص، مرة تانية هيركب الطيارة او الكرسي ويسافر. فالكونسبت العام بتاع الكامبين ان انت وظفت الفرخة في صورة كاركتر او انسان بيعمل اكتيفيتي مختلفة. التون برضو بتاع التصميمات هتلاقيه الى حد ما قريب من بعضه. اللي اوت لازم تكون زي ما هي في كل التصميمات، يعني اللوجو والسوشيال ميديا تحاول ان هم يبقوا في نفس المكان وقريبين من بعض، عشان برضو العين تجمع ده. في الاخر بقى لما الكامبين دي كلها بتنزل تقول ده التصميم ده والتصميم ده والتصميم ده كان معمول لتشيكن تاون، فكده انت حققت الغرض من الكامبين بتاعتك. كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي، الجريد والكاروسل واللاي اوت والكامبين، هنتعلم خلال الكورس ازاي نعمل كل الحاجات دي كلها، بحيث ان انت تبقى قادر تغطي كل متطلبات السوق اللي هتطلب منك في الحتة بتاعتك اللي هي تصميمات السوشيال ميديا. هنيجي دلوقتي لاخر جزء، وهو مقاسات تصميمات السوشيال ميديا، او المقاسات اللي هنحتاج ان احنا نشتغل عليها بشكل مبدئي. في الاول عندي 3 مقاسات بستخدمهم بشكل اساسي.
المقاس المربع اللي هو زي اللي موجود قدامك على الشاشة. المقاس ده بينزل على الفيسبوك، بينزل على الانستجرام، بينزل على لينكد ان. هنفتح او هنشتغل على المقاس ده 50 سنتي في 50 سنتي في ريزولوشن 92 بكسل سنتي مش انش. لما تيجي تشوف المقاس ده هتلاقيه 4600 بكسل في 4600 بكسل. في ناس كتير بتشتغل 1080 ب 1080. طب انا ليه قلت المقاس ده؟ لان المقاس ده في بداية ان انت لسه شخص بتتعلم، حابب ان انت تبقى شايف التصميمات بكواليتي كويس جدا. الاستوكات اللي هتستخدمها او اللي انا هنزلها لك في الوصف بتاع الفيديوهات هي استوكات بكواليتي كبير جدا، فانا محتاج عينك تبقى متعودة على الكواليتي العالي عشان تعرف تركز في التفاصيل، الشارب بتاع القص، الشارب بتاع حواف الصورة، اللايت والشادو، تبقى عينك متعودة من البداية ان انت بتشتغل بكواليتي عالي. كمان المقاس ده بيضمن لك ان هو ما يبكسلش على اي سوشيال ميديا بلاتفورم نزلت عليه، وحتى لو هتنزله على البيهانس بعد كده فبيبقى محتفظ بالكواليتي بتاعه. تاني مقاس معانا وهو مقاس الستوري، سواء على الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات. هنستخدم مقاس 45 سنتي عرض في 80 سنتي ارتفاع، وريزولوشن برضو 92 بكسل سنتي، دي هتبقى ثابته معانا. هتلاقيه المقاس كده بالطول، ده مقاس الستوري، تبدا بقى تعمل التصميم بتاعك. تالت مقاس اساسي بيتطلب برضو هو مقاس التويتر، وهو نفس المقاس. بالمناسبه المقاس ده هو 1080 في 1920، فلما اجي اطلب منك المقاس التاني هو نفس المقاس بالظبط بس عرضي. يعني لما تعمل فايل ونيو، بدل ما انت عامله بالطول كده اعمله بالعرض. هو ده مقاس التويتر. دول كده الثلاث مقاسات اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليهم مبدئيا بشكل كبير. هنعرف بقى بعد كده لو حابين نعمل كاروسل هنشتغل ازاي، حابين نعمل جريد هنشتغل ازاي، بس خليك عارف دول بشكل مبدئي. دي كده معلومات بشكل عام محتاجين ان احنا لازم كنا نتكلم فيها في اول فيديو، عشان اللي جاي بعد كده كله هيبقى مترتب عليه. كده اقدر اقول لك ان انا وصلت لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، واتمنى تكون استفدت، ومستني رأيك في الكومنتس تحت، واشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.